هيراكليون مدينة أسطورية اتكلم عنها مؤرخين كتير وطلعت حقيقة مش خيال. هيراكليون أو زيوس المدينة المفقودة اللي كانت في يوم من الأيام أكبر ميناء في مصر. بعد أكتر من 2000 عام ظهرت ثروة حضارية هزت العالم كله في سنة 2000 تحت أعماق البحر ب10 أمتار. الأسطورة بدأت من القرن الثاني عشر قبل الميلاد. ازدهرت المدينة أيام الفراعنة ودمرت مع مرور الوقت، واللي أضعفها مجموعة من الزلازل وأمواج تسونامي وارتفاع منسوب مياه البحر وفقا لعلماء الآثار. في نهاية القرن الثاني قبل الميلاد بعد فيضان شديد انهارت المباني الأثرية في هيراكليون تحت الماء، وبقى بعض سكانها فيما تبقى من المدينة خلال العصر الروماني وبداية الحكم العربي. ولكن بحلول نهاية القرن الثامن الميلادي غرقت بقية هيراكليون تحت البحر الأبيض المتوسط وفقا لموقع جريك ريبورترز. عرفت هيراكليون باسمها الأصلي والمصري سونس، وتسمى أحيانا سونس هيراكليون، وكانت تقع على بعد 32 كيلو متر شمال شرق الإسكندرية على البحر الأبيض المتوسط في خليج أبو قير على بعد 2 كيلو ونص من الساحل تحت عمق 10 أمتار من المياه. قبل أن تكون الإسكندرية بصيصا في عين الإسكندر الأكبر تمتعت هيراكليون بأيام مجدها، وكانت بمثابة الميناء الرئيسي لدخول العديد من السفن القادمة من جميع أنحاء العالم اليوناني. تم بناء هيراكليون في الأصل على بعض الجزر المجاورة في دلتا النيل، وكانت تتقاطع مع قنوات مع عدد من المواني والمراسي المنفصلة، كما تم إنشاء أرصفة لها ومعابد رائعة ومنازل الأبراج بالعبارات والجسور والعوامات. كانت المدينة مركزا وميناء تجاريا، وفي العصر المتأخر لمصر القديمة كانت الميناء الرئيسي للبلاد للتجارة الدولية وتحصيل الضرائب. بتضم المدينة معبدا كبير للإله خنسو إله القمر ابن الإله أمون، اللي كان معروف عند الإغريق باسم هرقل. وفي الوقت دوت أصبحت عبادة أمون أكثر بروزا خلال الوقت اللي كانت فيه المدينة في عز مجدها بين القرنين السادس والرابع قبل الميلاد. كان بيوجد معبد كبير مخصص لأمون الإله الأعلى لمصر في ذلك الوقت في وسط المدينة. قام الفرعون نخت إنبو الأول بالعديد من الإضافات إلى المعبد في القرن الرابع قبل الميلاد. اشتهرت الملاذات في هيراكليون المخصصة لأوزوريس والآلهة الأخرى، وجذبت الناس من جميع أنحاء مصر. خلال القرن الثاني قبل الميلاد تعرضت المدينة لكوارث عديدة، ثم جاءت مدينة الإسكندرية التي أسسها الإسكندر الأكبر محل هيراكليون كميناء رئيسي لمصر. اكتشف المستكشف تحت الماء فرانك جوديو وفريقه من المعهد الأوروبي للآثار تحت الماء بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار المصري المدينة بعد أن غرقت تحت البحر الأبيض المتوسط منذ 2000 عام. بيشرح لنا موقع جوديو المتعمق في الاكتشافات المذهلة اللي قام بيها خلال الرحلة الاستكشافية. بيقول: لقد حل أيضا لغزا تاريخيا حير علماء المصريات على مر السنين. كشفت المواد الأثرية إن هيراكليون وثونيس كانت في الواقع مدينة واحدة تحمل اسمين، هرقل هو اسم المدينة بالنسبة لليونانيين وثونيس للمصريين. كتب موقع جوديو على الإنترنت إن الأشياء التي تم العثور عليها من الحفريات بتوضح جمال المدن ومجدها وروعة معابدها الكبيرة ووفرة الأدلة التاريخية، التماثيل الضخمة والنقوش والعناصر المعمارية والمجوهرات والعملات المعدنية. الحضارة اللي حفظت نفسها مجمدة تحت الماء. بتشمل كنوز هيراكليون المكتشفة تحت الماء جزءا من المعبد مخصص لأمون، وتمثال ضخم من الجرانيت الأحمر لإله الخصوبة حابي، وتمثال برونزي للملك الإله أوزوريس. وجميع الكنوز موجودة الآن في المتحف المصري الكبير بالقاهرة.